السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. جيت لكم فيديو جديد كما كتشوفوا معايا هاد الطبق الشهي ديال الرز بالسمك. اي نوع السمك موجود عندك. انا غادي نحضروا بالكروفيت هكا، والروز راه كيجي خطير زوين وصحي. كيف ما كتعرفوا الصيف كيكون الصهد، ما كتقدروش على الماكله الثقيله. صراحه هاد الوجبات السريعه هما اللي كينفعوا، وبطبيعه الحال خضيره وهكا صحيه كيكون احسن. المهم هذه هي الخضره اللي عندكم البنات تستعملوها. بالنسبه لي انا عندي هنايا واحد النجار وواحد الكورجيطه وفلفله. الا كان عندكم جميع الالوان ديروها، وبطيطه وشويه ديال البصله. صافي غادي ندوز نحضر معكم دابا الخضر كلها. غادي نطيبها في الفران بحال مقليه في الزيت، كتجي احسن وخفيفه بلا ما تقلى في الزيت. وكيما قلت لكم عرفتوا مع الصيف كيبغي بنادم دوك الاكلات السريعين اللي خفاف اللي ما يحسش بهم الانسان ثقيل الا كلاهم. صراحه هادو هما اللي كيفرقوا الجوقه صراحه في الصيف. صافي هنايا غادي نقطع هادو الخضر ديالي كاملين مكعبات. نحاولوا بطاطا والدنجال والكورجيت نقطعوهم صغار شي شويه باش دغيا يطيبوا لينا، والبصله راه دغيا كطيب، والفلفله خصوصا هاد الفلفله الا كانت عندكم ديك الرقيقه راه دغيا كطيب. صافي هنا المهم هذا القياس ديال الخضر هكا غادي نقطعهم. غادي نوريكم مع في الفيديو بحال هكا بطاطا باش دغيا طيب البنات، وكتجي عرفتي بحال ليله مقليه في الزيت. صراحه كتجي ناشفه ومقرمشه وزوينه. كي قلت لكم البنات الخضر اللي عندكم في الثلاجه ممكن تستعملوهم. انا اكتفيت بهذا الشيء، هذا هو اللي عندي دابا في الثلاجه، هما اللي حضرت بهم. وكي قلت لكم البنات ممكن تستعملوا اي نوع ديال الحوت، ممكن الميلون، ممكن الميرلا، ممكن الصول، ممكن اي حوت عندك. انا هنا استعملت هكا الكروفيت، كيعجبني هكا بهذه الطريقه هذه. درتوه في المقيله وكيجي لذيذ. المهم كي قلت لكم انا غادي نستمر هكا نقطع الخضر ديالي على شكل مكعبات صغيره باش يدخلها الطياب دغيا. والتتبيله اللي غادي ندير لها تتبيله عاديه جدا، شويه مليحه، شويه ديال زيت العود، وشويه ديال الزعتر كيعطي واحد النسمه زوينه. انا البنات البصله خليتها شويه كبيره حيت دغيا غادي طيب البنات بلا ما نحلوها بزاف وتستق يابسه لينا في الفران. المهم في الفران ديروا بحساب هادو حيت دغيا تيطيبوا. حتى الفلفل البنات شفتو خليتها مرصوات شويه كبار حيت دغيا غادي تهباو، والا قطعتها صغيره ما باقيش غادي تبقى باينه ليا في الخضيره. وحنا بغينا هذوك اللوينات وداك الشيء يبانوا في الخضره مع. وكي قلت لكم غادي ما عرفتش قلتها في الاول لا فيديو ولا لا، بانني غادي نستعمل عندي الرز. ممكن تستعملوا اي نوع عندكم ديال لي باط، ماشي مشكل، هي بالرز كتجي زوينه. هنا بنات انا غادي نخلط الخضره ديالي مع الرز. وما كيشتو درت ليها مليحه، درت شويه ديال الزيت وشويه ديال المليحه، وغادي ندير واحد شويه ديال الزعتر يعطيها واحد النسمه زوينه. صافي انا بنات ستفت الخضيره بهذه الطريقه هذه. غادي ندير هنايا شويه ديال الزعتر، عندي هنا الزعتر شويه طري زوين، يلاه ميبسين وزوين صراحه. صافي هنايا غادي هذا نحك عليهم الزعتر ونحاول نحركهم بيديا باش كلهم كاع القطع يوصلهم شويه ديال الزيت باش يتحمروا لنا بحال تيتقلاو. المهم هي حركات بسيطه هكا باليد باش تهبط لنا ديك الزيت على جميع القطع. صافي غادي نكون شاعله الفران يكون مجهد شي شويه على 200 درجه، وغادي نشعلها من الفوق ومن التحت دغيا كطيب البنات، ما كتاخذش وقت، عندها كاع 20 دقيقه البنات وكطيب لينا الخضيره ولا 30 دقيقه. صافي هنا البنات غادي نحضر معكم الكروفيت ديالي. هنايا الكروفيت بعد ما غسلته من الاحسن البنات الا بغيتو ديروا هذه الطريقه وهذه التتبيله هذه يكون عندكم الكروفيت جديده البنات، جديد ما يكونش تكونوا عارفين بلي انه فريمون جديد، ما يكونش فيه شي ريحه ولا شي حاجه. نتو حساس الا كان قديم راه كتكون فيه واحد الريحه ما زويناش بجهده. هذا البنات راه سبحان الله العظيم فيه بحال ريحه ما عرفتش كيف نقول لكم، بحال ريحه اللوز بحال. المهم الريحه ديالو زوينه بزاف هذا. صافي هنايا البنات هانتوما نحيد ليه دوك اليديدات ديالو دوك الرجيلات دوك الخيط كاملين. صافي غادي نخليه على هذا الشكل وغندوز معكم الطريقه كي غنحل انا الكروفيت. نحلو من الوسط من الظهر ديالو
باش غادي نحل هكا الكروفيطه غادي تطيب عندكم تشوفوا معايا كيف ما كيوجدوا لنا في المطاعم صراحه كيديروا بهذه الطريقه هذه وكتجي زوينه ومازال هما كيديروا واحد التتبيله زوينه ديال الصوص طوماط صراحه ما عنديش فكره عليها كيديروا فيه شويه ديال المطيشه. المهم انا هاد التتبيله هذه اللي درت اللي نبارطاجي معكم هي اللي صراحه اللي جات بنينه وزوينه ونتمنى تجربوها وتردوا عليا. صافي كنحل الكروفيطه بهذه الطريقه وكنحيد ليه هذاك الخيط اللي كيكون في الكروفيطه بحال المصيرنات ديالو. صافي هذوك هما اللي كنحيدوه. صافي كيبقى على هذا الشكل هكا. ملي غنطيبو على داك الوجه والوجه الاخر. المهم كيجي على هذه الطريقه هذه نبقاو مستمرين هكا حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. كيف ما قلت لكم البنات ماشي بالضروره تستعملوا كروفيت تستعملوا اي نوع السمك عندكم وبالطريقه. المهم انا عطيتكم هيك فكره هكا الاكله صيفيه بحال هكا منين تيكون سخون الحال ما كيقدش الانسان على الماكله المغلقه هكا احسن وما كاين احسن بطبيعه الحال من الحوت. المهم هنا بعد ما البنات استمريت بهذه الطريقه هذه حتى كملت الكروفيت كامل اللي عندي. صافي هنا بنات غندوز معكم التتبيله. غادي ندير شويه ديال عصير حامضه المهم على حسب الكميه اللي عندك ديال الحوت. هنايا غادي نخلط مع شويه زيت العود وشويه ديال القزبور اليابسه البنات ضروري فيه كيجي لذيذ. المهم درت معلقه صغيره ما عمرهاش بزاف والكمون حتى هو البنات معلقه صغيره وغادي ندير تومه بودر. من الاحسن تومه بودر باش ما يجيكمش التومه الطريه تجيكم مجهده. وغادي ندوز هنايا لا موطارد كيجي صراحه لذيذ فيه بزاف. انا ما بقاش عندي بقيت كنسوس في القرعه صافي هنايا شويه مليحه ديروا بحساب لا موطارد راه كتكون مالحه. صافي هذه هي التتبيله ديالي اللي غادي نتبل بها داك الكروفيت كامل اللي عندي كتجي على هذا الشكل هذا. وعرفتي ريحتها البنات عرفتي ما نقولش لكم. ومع انا تبلته باش ما كان البنات تبلوا الكروفيت ديالكم لا اي نوع الحوت اللي عندكم وخليوه تبلوه بساعه ساعتين باش ما جلس البنات راه كيعطيكم واحد المذاق واحد عرفتي كيكون واحد الريحه بعدا ملي كيخمر هذاك الحوت كيعطي واحد الريحه اسمح لي واحد الريحه واعره. انا هنا البنات تبلته وخليته ومشيت درت واحد شويه لا مارش انا وولدي ديتو يلعب وتحركت شي شويه حيت باش ما البنات خليتوه يخمر غيعطيكم نتيجه لذيذه وزوينه. صافي هنايا غطيته ودرته في الثلاجه حيت شويه عندي الكوزينه سخونه شي شويه حتى الجو دابا سخن وضربه فيها الشمس كامله داكشي درته في الثلاجه من الاحسن. ونتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم سهله وخفيفه وصيفيه. المهم هنا البنات هنا طابت ليا الخضيره ديالي. صافي هانتوما البنات بعد ما تقلات وكل شيء طيبتها هي الاولى عاد مشيت. المهم خليت الخضيره طايبه الرز اللي ما طيبتش هو والكروفيت حتى رجعت وعاود طيبتهم. هنا الخضره البنات شوفوا بعد ما تشوات ليا في الفران كتجي مقرمشه وزوينه بزاف احسن من اننا ما نقليوها. صافي هنا البنات بعد ما رجعت عرفتي الزربه الزربه تعطلت شي شويه. صافي هنا درت البنات واحد شويه ديال الزبده ممكن ديروا الزيت ولكن الزبده كتعطي واحد البنه زوينه. صافي هنايا غادي نستف الكروفيطات ديالي بحال هكا البنات ضغطوا عليه شي شويه باش يشد لكم هذيك الفورمه هكاك هو مسرح ما يطلعش بالسخونيه باش يبقى مبسط بحال هكاك. المهم غادي تشوفوا حتى انا كنت مزروبه ماشي كلهم بسطتهم يعني المهم انا عطيتكم الفكره كيفاش خصو يكون. صافي هنايا بعد ما استمريت راه نطيب حاجه بحاجه. المهم هاد غياه هو كيطيب البنات غير ياخذ هذاك اللون بحال هكاك تعرفوه راه خدا اللون ديالو داك الذهبي. صافي نقلبوا على الظهر ديالو يعاود يطيب. راه ما نقولش لكم البنات كيجي وخصوصا البنات الا كان الكروفيت جديد ما خصوش يكون قديم. الا كان قديم فعلا كيطلق واحد الريحه مزويناش ولكن الا كان طري راه عرفتي واحد المذاق. شوفوا البنات كيجي راه كيشهي اللون ديالو كيتذهب وديك التتبيله كتجي لذيذه. صافي هنايا البنات غادي ندوز نخلط هنا الرز ديالي راه طيبت واحد شويه ديال الرز. اي نوعيه عندكم ديال الرز انا عندي هنا الرز البسمتي صحه ليا البنات هانتوما البنات. ومن الاحسن بناتي بغيتو طيبوا الرز نقعوه في شويه ديال الماء خليوه في الماء مرقد شي شويه عاد ردوه يطيب باش كيبقى لكم هكا كل حبه معزوله على اختها. صافي هنا نخلط البنات الخضر كاملين اللي طابوا عندي في الفران وشافتوا البنات هذيك الخضره كي دايره
غير هذيك الخضره وتحكي عليها شويه ديال الثومه وشويه ديال الكمون وشويه ديال الحامضه البنات، راه عرفتي لذيذه وتاكلوها هكاك، راه عرفتي لذيذه لذيذه بزاف بزاف. المهم وكلات صراحه ديال الصيف كاينين كتار وساهلين، يعني كتشوي داكشي في الفران اي حاجه كانت عندك وهذا صراحه السلطات وداكشي هما اللي كيلاقوا في رمضان، في رمضان بحرا لا مشى الصيف صراحه زوينين. المهم كان هذا هو الطبق ديال اليوم، خفيف ظريف، جا هكا الروز مع الخضر، جا لذيذ لذيذ بزاف. صافي وغادي تستفوا عليه الكروفيت ديالكم ولا اي نوع كي قلت لكم السمك، استفوه بالطريقه اللي بغيتو، تحطوه بالطريقه اللي بغيتو. المهم انا غير الفكره ديالي انا وصلتها لكم، ونتمنى يعجبكم هذا الطبق هذا. راه البنات جا لذيذ لذيذ بزاف، ونتمنى تجربوه. وما تنسونيش من لي لايك، وما تنسونيش من الدعم، وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه. شوفوا البنات كي كيجي، راه كيجي لذيذ لذيذ ولا منظر ولا مضمون، رائع بزاف بزاف. نتمنى يعجبكم هذا الطبق ديال اليوم، طبق صيفي وصحي 100%. نتمنى يعجبكم، وما تنسونيش من لي لايك، وشكرا بزاف لكم على الدعم، وبسلامه عليكم حتى نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.